السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة بقى في محل يعني بيبيع حاجات مستعملة، بس حاجات زي ما انتم شايفين كده. انا واقفة في مكان ده بس مش عارفة ايه اصور حلو، بس تعالوا شوفوا الحاجات التحفة دي بجد. تبقى حاجات خارج بيت اسمها كسر زيرو. يعني ايه كسر زيرو؟ يعني حاجات لسه بحالتها، يعني ما شاء الله. تعالوا نتفرج مع بعض على المطبخ ده يا جماعة ونقول سعره مع بعض. ما شاء الله، الله اكبر. يعني هو بجد روعه بصراحه. 3 ادراج، هو عرضه 160، طوله 160. طبعا كله صراحه في منتهى الروعه ونضيف. يعني هيشوف ده يقول لا ده جديد، ولكن ده حاجه اسمها كسر زيرو. ما شاء الله. شفتوا طبعا صف الادراج. نشغل لكم الاضاءه. هو بصراحه في منتهى الروعه. يعني انا كنت رايحه من مطبخ عموله لقيت سعره يعني معدي، بس هنا بسم الله ما شاء الله. شايفين 3 ادراج، شايفين الرخامه كمان عريضه، وهنشوف كمان فوق مع بعض. ده اهو. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بجد اللهم بارك. حاجه في منتهى الروعه، ولا يبان ان هو اصلا مستعمل. زي ما قلت لكم حاجه اسمها كسر زيرو. عن الضرفه الثانيه دي حاجه الله اكبر. شايفين؟ على فكره انا عماله اقلب فيه، يعني مش بتفرج وخلاص، ده انا عماله اجيبه ورا وقدام، وخليته رفع لي كمان اشوف الرخامه. بصراحه في منتهى الروعه، مطبخ جميل جدا. طبعا هو قلب 5000، بس احنا اكيد لسه هنفاصل هنشوفه. ومعاه مطبقيه تاني كمان اهي، مطبقيه الازاز بتاعها مكسور اهو. شايفينها جوه؟ انا اوريكم الكسر. ادي الكسر بتاعها، عشان مش عارفه افتحها عشان هي على الارض. هي المطبقيه اللي تحسوها بس تعبانه شويه، ولكن المطبخ كله في منتهى الروعه. اللهم بارك، بجد روعه. شايفينه عامل ازاي؟ وطبعا في هنا كمان ايه الدولاب ده دولاب عموله جديد مش مستعمل، بس بتبقى في حاجات برضو واقعه بيشتروها كده. شايفينه عامل ازاي؟ انا بصوره لكم كده وبعد كده هفتحه. بصوا، هو خشبه في منتهى الروعه. طبعا هم هنا حاطين فيه حاجات اما يجي يتباع بيطلعوا من الحاجات دي، بس خشبه جميل جدا. شايفين؟ عموله ده يا جماعه. هو قلب 8000 يعني، بس اكيد هو جرار، بس اكيد يعني هتيجوا بقى وهتفصلوا الكلام ده. هقول لكم العنوان فين برضو، يعني انا هصور لكم برضو الواجهه بتاع المحل بره، وهقول لكم العنوان منين. هو حاطط فيه الحاجات دي. الحاجات دي كلها بتتباع عنده، يعني الحاجات الموجوده فيه دي كلها خارج بيت، سواء الحافظه سواء المكاوي. الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها مستعمله خارج بيت. وطبعا في عنده نيش اهو كبير. النيش ده انا بصراحه ما سالتش عليه يعني، بس يعني اسعاره انتوا بقى بتيجوا وبتفصلوا هنا. في اوض نوم على حسب، في اوض نوم تبقى جايه جديده نوفي كده. هوريكم برضو في المحل اللي هناك. في الدولاب اللي هناك ده برضو دولاب اوضه نوم جميل جدا اهو. برضو اوضه نوم كامله، لان حاجته فيه السراير بتبقى محطوطه في مكان تاني. يعني انتوا شايفين الحاجه عامله ازاي. هنا المكان ده بيبيع حاجات اسمها كسر زيرو. والمطبخ ده برضو عموله وجديد خشب. يعني اللي في ناس بتحب الخشب وكده، فاللي حابب يشتري خشب يعني. هو جميل جدا. وتبصوا في الاخر دي كمان هو كله شامل بعضه، يعني في ادراج في مطبقيه وفي كل حاجه. الخشب ده برضه. طبعا ده ظهر المطبخ اللي احنا شفناه في الاول. طبعا ده برضو دولاب اوضه نوم تاني. هي اوضه نوم برضو، بس بقيتها بيبقى في حته. طبعا بيبقى عارض. اهم حاجه ايه؟ الدولاب هو اللي بيبقى معروض. اهم حاجه الدولاب. طبعا في برضو ثلاجات
بس انا مش عارفه، ما انصحش الحاجات الكهربائيه دي ان احنا مثلا ايه نشتريها ايه خارج بيت، ما اضمنهاش. شغال على فكره. بصوا حاطين فيها ازاز تلج، بسم الله ما شاء الله شغال. هي التلاجة دي عامله كام؟ دي 18، عامله 18000 يا جماعه، مستعمله وعامله 18000. امال الجديده يا ابني عامله بكام؟ الجديده بتعملها 40. ليه يا عم في بتغني التلاجة دي؟ اللي جي ب 18000. وكمان يا جماعه في هنا كمان غسالات زي ما قلت لكم، يعني انا ما اضمنش انا بقول له بكام. طب اخدها، لو قال لي هيشغلها لك عادي جدا، ممكن تشتغل تغسلي عليها غسله التانية. انا يا جماعه ماليش فيه برضو، بس انا بوريكم الحاجات اللي ايه اللي موجوده هنا واسعارها. هو قايل ب 10000 برضو الغساله، برومتها كويسه يعني. والبوتاجاز ده قال لي عامل 5000 ونص. ده بوتاجاز 5 عيون زي ما انتم شايفين كده، يعني حالته حلوه. بس برضو انتوا عارفين البوتاجازات دلوقتي بقت اسعارها كام، يعني هو ايه حالته كويسه شويه. نشوف الفرن بتاعه مع بعض. هكتب لكم العنوان يا اما هصور لكم المحل وكده. طبعا شايفين الفرن بتاعه فيه مروحه يا جماعه، في 2 شبكه زي ما انتم شايفين كده، 2 شبكه، دي مش شبكه واحده. وهنا في غساله تاني برضو. في هنا بقى حاجات ايه يعني قولوا مدعوكه شويه، بس والله بيبقى اوقات خشبها جميل جدا، يعني حاجات قديمه. وانتوا عارفين الحاجه القديمه بتبقى خشب غير زمان. هنا في مراتب برضو. المرتبه اللي من قدام دي قلب 850 جنيه، 120 كام؟ ايوه 120 عرض 120 دي، والسعر 120 يعني. في مراتب تاني كبيره اهي برضو، بس المراتب دي جامده جدا، يعني تحسوا ان هي ما حدش يستخدمها، هي معفره بس من المكان. المراتب دي عامله كام؟ يعني في اللي عامله 2000 ونص، اللي في النص دي هنا، اللي في النص جامده على فكره، عامله 3000 جنيه. اللي ورا عامله 2700 اسعار. في طبعا سراير اطفال، في حاجات اعرف سعرها سالت عليها قلتها، وفي حاجات انا معرفهاش. هنا برضو في سراير اطفال حلوه والله جميله اهي زي ما انتم شايفينها كده، بتتباع لوحدها يعني من غير دولابات والكلام ده. لو حابين تشتروا دولاب برضو على حسب. هو بجد المكان في منتهى الروعه. طبعا في حاجات كتير شامله يا جماعه. طب المكان ده فين يا قمر؟ المكان ده في الكفر العلوي، في الكفر العلوي يعني من جنب السوق كده. بس هنقول المكان بالظبط واسم الشارع بالظبط بقى اقول لكم في الكومنتات، اما اسال صاحب المكان ده فين وعنوانه ايه واسم المحل هصوره لكم من بره. طبعا في ركنات حلوه بس هم ايه قاعدين عليه. اصور لكم شكل المحل من بره طبعا، وفي نمره تليفون. ادي الواجهه بتاعه المحل يا جماعه. والله انا ما بعمل اعلان ولا حاجه، بصراحه انا حالت على قدها زي ما قايله لكم. كنت جايه اشوف حاجه هنا، الله المستعان. يا رب الجوله بقى دي النهارده تكون عجبتكم. بقالي فتره ما عملتلكمش فيديوهات، قلت نشوف مع بعض الفيديوهات يا جماعه، الحاجات الموجوده هنا يعني مؤاخذه الحاجات الموجوده، ونعرضها على اخواتي وحبايبي ممكن تعجبهم. طبعا هنا القسم اللي فيه ايه المراتب والحاجات اللي زي كده والدواليب والسراير اللي احنا شفناها، وفي افران وفي حاجات كتير. هقفل معاكم الفيديو عشان خاطر يعني في ناس كتير دلوقتي بتشتري، في ناس ما بتحبش تتصور. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.